الموضوع مغري مش كده؟ هاتلك شوية فضلات زي دول وتعالى نعمل بهم عظمة. وعلى فكرة مش مجرد صور، هي في الواقع أجمل. تعالوا ندخل في الموضوع على طول. ازيكم يا معلمين؟ نبدأ بالفضلات دي. شوية فضلات ارو 6.5 ب5.5 جمعناهم علشان نعمل حاجة رايقة. حط في دماغك ان اي فضلات تشتغل، بس استغلها صح. اول حاجة هنبدأ نعملها ان احنا هنعرض الفضلات دي. هنروح على الديسك وهنستعمل حتة سدابة، وهنستخدم مساعد الديسك عشان نثبت الخشبة. مساعد الديسك او الكلامب ايا كان المسمى، علشان دي هتكون اللقطة بتاعتنا. ولازم تكون حريص علشان احنا هنقطع حاجات صغيرة. اي حتة واقعة منك على الارض هتجيبها عشان نعملها المصاد. هنثبتها بالسوبر جلو علشان هتكون مؤقتة. هناخد المقاس اللي احنا هنقصه ونثبتها بشكل نهائي. هعرض كل الفضلات اللي معايا بالطريقه دي. بدأت بالطول وبعد كده العرض هيكون بعديه. مش عايز الفيديو يكون ممل، فبحاول ان انا اوضح علشان ما تملش من الفيديو بقدر الامكان، وبحاول ارغي معاك علشان نضيع الوقت سوا. وانت معلم يلا اول مره تشوف تن لايك واشتراك يا عم، ده احنا هيكون بينا فيديوهات وانشاره كتير. خلصنا من الطول وهنبدأ ان احنا نعرض. برضو هنستعمل نفس الحته ونحطها مصد علشان خاطر نعمل اللقطه اللي هنقطع عليها. مش عايزين نكرر كتير ونخش في اللي بعده على طول. خلصنا تقطيع وكلك بقوا متساويين. اول حاجة هنعملها ان احنا هنجيب حتة خشبة. اللي معايا دي 20 في 35. انت ممكن تستعمل اي حجم تحبه او على حسب الفضلات اللي معاك. هرص بطريقة عشوائية كده عشان اشوف انا هعمل ايه. ملحوظة ده مش شطرنج، عشان خاطر المربع اللي معايا طوله مش زي عرضه، انما لو شطرنج هيكون طوله زي عرضه. وبرص بطريقة عشوائية علشان تكون الثمرة عكس الثمرة، تدينا شكل حلو. رصيت رصة عشوائية بس متكررة بنفس الطريقة. خلاص استقرينا على الشكل ده. نشيل الكلام ده وندخل في الجد بقى. هنحط غيره كتير على الخشبه اللي هنلزق عليها الشغل بتاعنا. كتر غيره ما يهمكش، لان ده عليه عامل اساسي في جوده لزق الفضلات على الخشب. وابدا رص الخشب زي ما رصناه او زي ما حضرتك هترصه. وانت بترص برضو هتبدا تاخد كده ايه بالازازه غيرها في الاور وانت شغال. بص دي لوحه فنيه، اعمل اي شكل انت حابب تعمله، دي فضلاتك وانت حر فيها. الفيديوهات اللي بالشكل ده بتكون معروضة اكتر للهواة، مش للنجارين اللي خلاص احترفوا الشغلانة وخلاص عدوها. علشان في كومنتات بتيجي يقول لك انا بعرف واعمل، بس في ناس كتير ما بتعرفش تعمل او محتاجة التركاية الاولى بس. فيا ريت تقول لنا كلمة طيبة في الكومنتات وتدعم غيرك باي كلمة حلوة، ودعمنا باشتراك ولايك. طبعا شايفني بسقط غيره في الفواصل اللي بين الشغل دي، عشان زي ما قلت لك الغيره عليه عامل اساسي، لان الفضلات دي مش تخانه واحده، فمش هنقدر ان احنا نمسكها بكلامبات. فالغيره هو اهم حاجه. خلصناها وهنسيبها تنشف براحتها. انا سبتها تنشف يومين كاملين بصراحه، وده كان شكلها. اول حاجه هنعملها ان احنا هنشيل الزيادات اللي طالعه عن حدود الخشبه بتاعت بالديسك وبالراحه كده، ونبدا ان احنا نشيل الزيادات. ممكن نستعمل الاركت او المنشار اليدوي، بس انا متمكن من الديسك وهشتغل عليه. وصلنا لأهم جزئية وهي انك تعدل الوش. طب ازاي هنعدل الوش؟ ركز معايا في الحتة دي. نجيب حتتين خشب سويد او كونتر عرض 6 سم وليكن، اطول من الحاجة اللي احنا هننضفها، وهنحتاج كمان حتتين اقل منهم في العرض 3 سم مثلا علشان يتثبتوا بالطريقة دي بالدريل. وهنخرم ونخوش للمسامير ونربطها على طول بالشكل ده. تمام، دول اول جنبين وخلصناهم، وهيكون منظرهم بالشكل ده. هيتحطوا كده يعني. هنحتاج كمان حتتين 3 سم بس طبعا مش طوال قوي، وهنثبتهم تحت بالشكل ده علشان خاطر دي القاعده اللي هنحط عليها الحاجه اللي هنمسحها. اللي احنا بنعملها دي بلانش التقطيع الثانيه دي، وممكن تستخدمها في اي حاجه تانية زي مثلا صواني الايبوكسي او ساعات الايبوكسي او الحاجات دي كلها. الحاجات دي بتحتاج تنظيف وسطح مستوي، وفي نفس الوقت ما ينفعش تدخل على تخانه علشان خاطر الكاستير هيدمرها، وبالتالي احنا بنعمل تخانه بس عن طريق اللوط. طيب نيجي للجزء اللي هيتحرك فوق واللي هيشيل اللوتر. هنستخدم حته كونتر 18 مللي وتكون اعرض من قاعده اللوتر بحاجات بسيطه علشان هنمشيها بالشكل ده. هنستعمل اي حتتين سداد صغيرين ونعملهم دليل علشان لما نتحرك بالخشبه شمال ويمين ما تطلعش من مكانها. هنثبتهم بالشكل ده. طبعا بعد ما ثبتنا اول واحده التانية هنثبتها على وضعها وهنسيب فيها بوش بسيط كده علشان واحنا بنحركها تكون خفيفه معانا. خلصنا والنتيجة مرضية. وبعد كده هنعلم على من النص ونفتح فتحة بطول الخشبة علشان بنطة اللوتر لما يتحرك شمال ويمين. تمام، بعد كده هنجيب اللوتر ونحطه علشان نعرف احنا عايزين نعمل الدليل قد ايه. هيتركب على طول حتة الكونتر بالشكل ده. جبت انا حتتين الخشب وهنثبتهم بالمسامير.
وطبعا هنسيب خلوص علشان خاطر اللوتر يمشي براحته. النتيجة تمام اول لحد هنا. يبقى كده القاعدة اللي تحت ثابتة، انما الحتة اللي فوق بتروح شمال ويمين واللوتر بيتحرك راس. هنبدأ ان احنا نجيب البلانشة بتاعتنا او الحاجة اللي احنا عايزين ننضفها وهنثبتها من تحت، ونتأكد ان القاعدة تكون مظبوطة ومستوية عشان خاطر الشغل بتاعنا يطلع عادل بمسمارين، ونثبتها تثبيت نهائي، ونثبت القاعدة الاساسية في البنك برضو علشان خاطر ما تتحركش مننا. يلا نبدأ نشوف شغلنا. هنستعمل البونطة دي. البونطة دي عرضها 3 سم ونص. بونطة، ريشة، كاستير، ايا كان النطق بتاعها عندكم مش هتفرق كتير، هو ده شكلها يعني. ركبتها وهنبدأ شغل دلوقتي. هتحرك بالراحة باللوتر بطريقة رأسية، والقاعدة اللي تحتيه هتكون بطريقة أفقية زي ما هو باين في الفيديو كده. طيب تمام، الله ينور. اظن كده مفيش كلام. طبعا على حسب التخانه اللي انت عايزها، انت ممكن تخفها على كذا مره زي ما انا عملت، بس علشان خاطر مده الفيديو ما تطولش فانا ببين حاجه صغيره بس. هنكرر نفس الطريقه في الظهر علشان نعدل السطح بتاعنا ونقلل التخانه شويه. الدنيا تمام اول حد هنا كده. البلانش عادله معانا ولا ادخنها تخانه. نقلبها على الظهر علشان نعلم الزوايا دي كلها بربع دوران. انا استخدمت الغطا ده، كان مناسب ليا بصراحه. استخدم انت اي حاجه، اي دوران يجي على خيالك. بعد ما قطعناها بالاركت هنمسكها بالصاروخ وننضفها تنظيفه رايقه من الحروف، ونهتم بالدوران شويه. طبعا زي ما انتم شايفين في فراغات حصلت بسبب ان احنا ما شدناهاش بكلامبات، علشان خاطر انتوا عارفين انها ما كانتش مستويه والحتت ما كانتش متشابهه. فهنستعمل انبوبتين الاوبوكسي وهستعمل معاهم شويه نشاره. ممكن انك تضيف لهم لون علشان يبين الفواصل بشكل حلو، بس انا ما كانش متوفر عندي بصراحه. وما تعملهمش نشاره بغيرها علشان خاطر هتطلع بعد كده، انما الايبوكسي مش هيطلع. هنسد الفواصل كلها بالشكل ده وهنسيبها ليوم كامل. بعد ما نشفت وده كان شكلها، هنمسكها بالصاروخ وندعكها صنفرة. نوعين من الصنفرة، صنفرة خشنة في الأول وبعد كده هننعم الوش التاني، ونهتم جدا بالحروف. بعد ما خلصناها صنفرة هنكسر السوكة دي ربع لفة علشان تكون ألطف من كده. هنستعمل فيها اللوتر برضه. أنا عارف إن المشوار طويل، بس بجد لو وصلت لحد هنا من الفيديو فاحنا نستاهل لايك، ونستاهل إنك تشترك معانا في القناة علشان ما يفوتكش الجديد. هنعمل الحروف بالصنفرة وبكده نبقى خلصنا كل الشغل. يبقى فاضل حاجة واحدة بس، الفينش. هنفنشها بأي حاجة شفافة. عايزين الخشب طبيعي، عايزين الثمرة باينة. طبعا ما شاء الله النتيجة حلوة جدا ومرضية جدا للعين ومرضية ليك انت شخصيا، وانا عارف ان قليل جدا من اللي هيشوفوا الفيديو هيوصلوا للجزئية دي، رغم ان دي احلى جزئية واللي بتهون عليك التعب اللي فات ده كله. ودي كانت النتيجة، والله ينور عليك مبدئيا. فلكل المعلمين اللي وصلوا لآخر الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة، ولو عندك سؤال او عندك اي اضافة ياريت تكتبها لي في كومنت. وشكرا للمشاهدة واشوفك الفيديو الجاي. سلام.